مسجد جرير بن عبد الله البجلي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله. المسجد هذا مرتبط بصحابي عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتوطيد التوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأرسله مع 50 شخص، والخلصة بيت يشبه الكعبة، كانوا يحجون له أناس من اليمن ومن غيرهم، فجاءه وهدمه. هذا المسجد في بني مالك بجيلة، وهذا مسجد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا ندخل إن شاء الله نوريكم. لا إله إلا الله. هذا هو المسجد القديم، خلنا نوريكم إياه. لا إله إلا الله. طبعا تم ترميمه. لا إله إلا. هذا هو المسجد. أكيد أنه تعاقبوا عليه في ترميمه، لكنه جميل جميل، موقع جميل مرتفع. مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، اللهم صل وسلم عليه. شوف المساجد كانت صغيرة، هذا الحين أظن أنها موسعة. كيف عاد هي أول؟ لا إله إلا الله. شوف ثم تم توسعته، التوسعة. والآن البيوت بعيدة عنه شوي، الناس تغيرت مساكنها، فصلينا فيه الظهر ولا أحد يعني صلى معنا إلا فقط المؤذن بارك الله فيه ونفع الله به. لكن في الختام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طبعا الأساس، هذا المسجد الأساسي هذا الصغير هذا، لكنه كبر. شوفوا كيف بناءه القديم. هذه المئذنة، هي اللوحة ما شاء الله تبارك